الاربع حيوانات دول هما 4 وجوه للمسيح. الوجه الاول الذي رآه متى هو المسيح المسيا المنتظر الذي ينتظر اليهود، اعتقادا منه انه ملك ارضي جاي من نسل داود فجاي يملك. وده هيبان جدا 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 من سلسلة الانساب اللي كتبها متى. تلاقي متى مركز قوي عن النسل الملوكي، دايما يذكر اسامي الملوك. ليه؟ لان فكرة اليهود عن المسيا انه ملك ارضي جاي يحكم يكمل سلسلة ملوك داود ويرجع الحكم تاني لبني اسرائيل ويرجع المجد لدولة اسرائيل ويطرد الرومان. عشان كده ركز قوي ان المسيح من نسل داود، وان المسيح من نسل ملوكي، وان المسيح جاي من نسل الملوك. ده يعني زي ما بيقولوا كده يدغدغ مشاعر اليهود. هو ده المسيح اللي احنا منتظرينه. عشان كده يمكن جايب 41 نبوة من العهد القديم، 41 نبوة على شخص المسيح بس، عكس انجيل مرقس. مش عايز اخش في انجيل مرقس عشان الوقت، لكن انجيل مرقس فيه قفزات. مرقس بينط على اي محطة عجباه في حياة المسيح، ومركز اكتر على المعجزات. ويبدأ انجيله بصوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب، وبدأ بيوحنا اللي بيصرخ في البرية، وكأنه بيقول ان المسيح هو الاسد الخارج من سبط يهوذا، اسد يملك القوة يملك المعجزات. فبيشرح المسيح انه الخادم للبشرية. طب ايه علاقة الخادم بالاسد؟ لان المسيح لم يفعل معجزات من اجل الاستعراض، بل المسيح فعل المعجزات من اجل خدمة. عشان كده لما جاء هيرودس يطلب منه آية مرضاش يعمل، وهو ذات نفسه قال يطلبون آية ولا تعطى لهم غير آية يونان، لأن أنا مش جاي أستعرض قوتي بالآيات. الإنسان القوي هو واثق في نفسه، مش محتاج يثبت للي قدامه إنه قوي. فالمسيح قوي في نفسه، مش محتاج يثبت لحد إنه قوي. لكن كل المعجزات اللي كان بيعملها المسيح كان من أجل إنه هو يخدم. يقول ونظر إلى المرأة وتحنن، شاف امرأة نايين قلبه وجعه عليها، وهو بيقيم العذر بكى، مش رايح فرحان ده انا هقوم ميت بقاله 4 ايام انتن، ده المدينة كلها هتترج من الحادثة دي خالص، ولا يشغل بال المسيح الكلام ده. بيعمل المعجزة من اجل الخدمة مش من اجل الاستعراض. لكن مرقس عشان كتب انجيله الرومان كان يهتم جدا بإظهار المسيح بأنه قوي يعمل معجزات ليه سلطان على الطبيعة. معلمنا لوقا اللي اتكلم عن المسيح كفدية، اتكلم عن المسيح كفدية ان هو فادي جاي من اجل الخلاص، جاي يكون مخلص، جاي يقدم نفسه ذبيحة. عشان كده رمز انجيله طور، لان الطور هو اغلى انواع الذبائح اللي موجودة عند اليهود، اغلى انواع الذبائح. عشان كده دايما لوقا يرمز له بالطور اللي هو المسيح الذبيحة. وبيركز جدا لوقا في ديتيلز كتير قوي وتفاصيل كتيرة جدا، زي ما بدأ انجيله كده الى العزيز سأفيلوس هكتب لك بالتدقيق، هحكي لك كل حاجة بالتفصيل. ومركز اكتر على الهدف اللي جاي من اجله المسيح، ان المسيح جاي من اجل الفداء، لكي يبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. دايما مركز قوي على الخلاص، كل من يؤمن به لا يهلك ومن يؤمن به يخلص. مركز اكتر على الخلاص. يبقى الانجيل الرابع وهو انجيل معلمنا يوحنا الذي يحلق في السماء. ده لم يركز على احداث ولم يركز على معجزات، بل كل ما هو يثبت لاهوت المسيح تكلم عنه. كل حوارات المسيح اللي يثبت فيها انه اله تكلم عنها انجيل يوحنا. يعني لما تسمع حد، واتمنى ان انتم ما تسمعوش للناس دي، تسمع حد يقول في فيديو من الفيديوهات على اليوتيوب
ان مفيش آية واحدة في الكتاب المقدس تقول ان المسيح اله. قول له انجيل معلمنا يوحنا 21 اصحاح بيتكلموا عن المسيح انه اله. انجيل بالكامل يتكلم عن المسيح انه اله. عشان كده اخترنا له رمز النسر المحلق في السماء، بيتكلم في السماويات. عشان كده هو وحيد في التلاميذ اللي استحق ان يرى السماء ويكتب لنا سفر الرؤيا، لانه اتكلم في مواضيع لاهوتيه عميقه. فبالتالي هو كان الوحيد الاحق بانه يكتب انجيل يوحنا. وانجيل يوحنا هو اخر انجيل اتكتب، اخر انجيل اتكتب. نبدا بانجيل معلمنا متى. وقبل ما ابدا انا كده كلمتكم على شخصيات الاربع اناجيل، اتكلم على سمات خاصه بانجيل معلمنا متى. اول حاجه انجيل معلمنا متى يتميز بالتخطيط السابق، منظم جدا في عرض الاحداث، بيعرض الاحداث بترتيب، تلاقيه مرتب جدا 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 في ترتيب الاحداث. وكأن معلمنا متى ما كتبش الانجيل كل اللي جه في دماغه كتبه، بل واحد قعد مع نفسه رتب الافكار وبعد كده كتبها. اتنين، هو بيكمل النبوات ومركز قوي ان المسيح ده جاي من اجل اتمام النبوات، وقال الجمله المشهوره اللي انا قلت لكم عليها من شويه، لكي يتم ما قيل بالنبي، وجاب 41 نبوه من العهد القديم. تالت حاجه اتكلم على الانجيل، يسموه كده انجيل المسيا. دايما عايز يركز على ان المسيح هو المسيا المنتظر، عشان كده ركز قوي في الانساب على الملوك. اربعه يسموه انجيل ملكوت السماوات، عشان هو اكتر انجيل قال يشبه ملكوت السماوات، فركز قوي على كلمة الملكوت. وبدأ يتكلم على الملكوت والمسيح اكتر من 32 مرة. دايما كلمة ملكوت ومسيح، او ملكوت المسيح، او ملكوت السماوات، او الملكوت 32 مرة. هو الانجيل الوحيد اللي انفرد بكلمة اكليسية او كلمة كنيسة، اول انجيل يذكر كلمة كنيسة. فبدأ يطلع من دايرة انه هو يهودي الى دايرة انه مسيحي، من دايرة المعبد والعادات اليهودية الى دايرة الكنيسة والعادات المسيحية. نبدأ في الاصحاح الاول. بيقول كده كتاب ميلاد يسوع. كتاب ميلاد يسوع يعني سلسلة انسابه. وكلمة كتاب ميلاد يعني السلسلة اللي اتذكر فيها ميلاد يسوع. نلاقي في بداية سلسلة الأنساب قال كده ابن داود ابن إبراهيم. مش منطقي أبدا يبدأ البداية دي. أولا لو عايز تقول قول ابن إبراهيم ابن داود، او خليك زي ما قال معلمنا لوقا من اول ادم. انت بادئ بدايه غريبه يا معلمنا متى. عايز يقول لا، اصل بص بقى انا بالنسبه لسلسله الانساب بتاعتي ما تدقوش عليها. انا عارف كويس قوي انا بكلم مين. انا بكلم اليهود اللي عارفين كل شخص انا هذكر اسمه هو مين وسلسله عيلته ايه وخلف مين وعامل ايه. فاوريدي انا بكلم ناس فاهمه. فانا عايز الفت نظر الناس اللي بكلمها، لان لو ذكرت نفس الاسامي اللي عندهم ايه الجديد؟ ما انا بكلم ناس مذاكره الانساب اكتر مني. كان في عادات عند الناس زمان يرسموا شجره ويكتبوا اسم الجد الكبير تحت، وكل فرع يقولوا ده فلان خلف علان والفرع ده خلف وخلف، ويبقى في جدود زمان. يمكن العادات دي انقطعت دلوقتي، لكن انا شخصيا على المستوى الشخصي شفت حاجه زي كده، الناس كاتبه شجرة العيلة في ورق عندهم. اليهود كان عندهم العادة دي. الشجرة دي إذا عرف يعني الواد ممكن بالكثير يجيب جده الخامس بالعافية، لكن زمان ممكن نقول له إن هو لغاية الجد ال13 وال14 وال15. وناس تقول لك أنا أعرف إن أنا عيلتي من أيام المماليك، يعرف يجيب عيلته. فده عادات زمان انقرضت مع الزمن لكن كانت موجودة. فهو مبدئيا معلمنا متى بيكلم ناس العادة دي أصيل عندهم، فمبدئيا اختصر معهم السكة. قال لهم أنا أقول لكم اللي فيها. مبدئيا هو ابن داود،
يعني ينطبق عليه فكرة ان هو المسيح. ولا نغفل ان داود ده من نسل ابراهيم، خلاص بقى يبقى هو يهودي. اهم اتنين عند اليهود مين؟ ابراهيم وداود. كلهم كانوا يفتخروا نحن اولادا لابراهيم، وفي نفس الوقت المسيح لازم يكون ايه؟ ملك. فبداية سلسلة الملوك العظام بالنسبة لهم داود. سيبكم من شاول خالص، شاول ما بيحسبوهوش، هم بيحسبوا ان الملوك بدايتها داود. فبالنسبة لهم اهم شخصيتين في الحقبة القديمة مين؟ داود وابراهيم. ابراهيم لان ده يعني ده خليل الله اللي ربنا كلمه، اللي اداله ارض الموعد، كبير العيلة بتاعنا. فابراهيم ده اهم واحد. تاني واحد مهم بالنسبة لهم داود. فقالوا اهم اتنين حتى لو كانوش مترتبين، يعني هو كده الترتيب غلط، لان المفروض ابن ابراهيم ابن داود، مش ابن داود ابن ابراهيم. يبقى مبدئيا سلسلة الانساب اللي بيتكلم فيها معلمنا متى هي ليست سلسلة حقيقية، بل سلسلة من رؤية كاتب الانجيل عشان عايز يثبت وجهة نظر. فده يقول لك ده سلسلة أنساب المسيح في إنجيل متى تختلف عن سلسلة الأنساب اللي موجودة في إنجيل لوقا، يبقى الإنجيل محرف. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، أصل هو اللي بيكتب الإنجيل مش ساذج عشان يحط داود قبل إبراهيم. ده مين فينا ما يعرفش، سواء مسيحي أو غير مسيحي أو يهودي أو حتى بوذي، ما يعرفش إن إبراهيم ده في بداية الخليقة وإن كان قبليه كان بعده داود. فاذا مبدأ ان ده غلط، بالعكس ده انا اعتبر ان من حكمة معلمنا متى وذكائه ان يبدأ بداود قبل ابراهيم، عشان عايز يقول السلسلة اللي انا هقولها دي شكلها عامل ازاي. هي سلسلة منتقاة من دماغ الكاتب من اجل اثبات هدف معين، وليست سلسلة بالترتيب، وليست سلسلة زمنية خالص. هو قسمهم 14 جيل و14 جيل، 14 جيل و14 جيل، وانتقى من الأجيال دي اللي عايز يركز عليه بس. عشان كده بدأ بعد ما قال داود وإبراهيم راح راجع تاني رص بالترتيب. قال إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا وإخوته، بيركز هو على يهوذا. بعد كده يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. طب ايه لازمة بقى فارس وزارح؟ ما انت ماشي حلو من الاول. انت قلت ابراهيم وفهمنا ليه، وقلنا اسحاق وفهمنا ليه، وقلنا يعقوب وعرفنا ليه، بعد كده قلت يعقوب يهوذا لان المسيح من سبط يهوذا. ما انت بتنتقي السلسلة. ليه جيت هنا قلت فارس وزارح؟ معقول هيجي من نسل 2 رجالة؟ ما كده قال ولد فارس وزارح. طب هو المسيح هيجي من نسل فارس، ايه لازمة وجود زارح؟ وايه لازمة اصلا ان تذكر ثمار؟ هنلاقي كمان في ميزة تانية في سلسلة انساب المسيح في انجيل متى، ذكر 4 ستات، 2 امميات و2 يهود. الامميات كانت اولهم ثمار اهي، وشوية هيذكر رحاب والاتنين امميات. بعد كده هيذكر بيت شبع اللي زنى بيها داود ودي يهودية، وهيذكر اللي زنى بيها يهوذا اللي هي اسمها اللي زنى فيها يهوذا اللي هي ثمار. يبقى كده عندنا رحاب، ما انا اسف، ما ثمار دي اللي الامميه. ثواني، لا لحظه بس اجيب لكم اسم الست الرابعه. ادي بيت شبع التي لأوريا الحسي. اسف، ورعوس. رعوس الست اللي دي الامميه، مش ثمار دي اليهوديه. ثمار دي يهوديه، وبيت شبع يهوديه، رحاب ورعوس هم الامميات.
يبقى نرجع تاني، قال لي ان يهوذا ولد فارس وزارح من سمار. ليه ذكر فارس وزارح وليه ذكر سمار؟ قلنا ان المسيح جاء من نسل فارس، يبقى المفروض ما كانش ذكر زارح. طب هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الكبير ورث الصغير، زي ما حصل في قصة يعقوب. يعقوب ورث عيسو مع ان هو الصغير، وعايز يركز لنا بفكرة الصغير اللي ممكن يورث، زي ما هو ادم التاني ورث ادم ايه؟ الاول. عايز يشرح لنا فكرة البركة. ليه يعقوب بارك الصغير عن الكبير؟ ليه خد فارس اللي مع انه الاصغر خد البركة عن زارح هو اللي جاء من نسل المسيح؟ لان عايز يقول المسيح جاي يعدل الميزان المقلوب في البشرية. عايز يعدل الميزان المقلوب في البشرية. ذكر سمار لان انجيل معلمنا متى لم يخجل من نقائص سلسلة انساب المسيح. ما كانش خجلان منها، ما كانش الموضوع بالنسبة له يخجل خالص. بالعكس عايز يقول ان البشرية ده كان شكلها قبل المسيح وده كان شكلها بعد المسيح. ادي الناس اللي كان قبل المسيح اللي المفروض ان هم ابرار وقديسين، بص اخطائهم كان شكلها ايه، والمفروض ان هم ابرار وقديسين. ما بالكم بعد المسيح وعهد النعمة هيبقى شكلهم ايه؟ يبقى هنا ولد فارس من زارح من سمار، وفارس اللي هو جاي من نسل المسيح ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عميناداب، وعميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. ادي تاني ست أممية اتذكرت. يبقى سمار أول ست أممية، تاني ست أممية اسمها رحاب. عرفنا من هنا ايه سبب رحاب دخولها في الموضوع، ان هي اتجوزت سلمون. وده برضه يركز تاني ليه بقى في سفر عندنا اسمه سفر رحاب، وايه سفر قصة رحاب موجودة في مقدمة سفر يشوع. ليه عندنا القصة دي مستهلة قوي ومتاخدة بتفصيل كتير قوي في سفر يشوع؟ وليه ربنا اهتم قوي ان القصة دي تذكر بتفصيل؟ عايز يقول ان هي كانت أممية زانية عايشة في الخطية. ما سمار زانية وزانت مع يهوذا، ورحاب كانت زانية، فالاتنين كانوا زناه. ومع ذلك المسيح ما قبل انه يجي من نسلهم، زي ما قبل يجي من نسل البشرية كلها. ان البشرية كلها خطاة وكل البشرية مزروعة في الخطية، ومع ذلك المسيح جه واخد جسد بشريتنا. فعايز يقول حتى لو كانت زانية، حتى لو كانت من لما دخل المسيح في حياتها أصبحت فيها خلاص، أو نالت الخلاص بشريط القرمز اللي نزلته منين؟ من الشباك اللي عندها. وبوعز ولد عبيد من رعوس، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك. وداود الملك ورث سليمان التي لأورية. حتى هنا بدأ يتكلم على بيت شبع، بدأ يلفت تاني نظرنا لبيت شبع، مع ان ممكن كان عدى القصة لأن قصة مخجلة، لكن عايز يقول لا انا مش هرجل ان اذكر ان سليمان ده جاي من ست المفروض ان داود زنى معاه. وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى. لو تلاحظوا ان كل دول ملوك، أبية وآسى ويهوى شفاط ويورام ورحبعام، كل دول ملوك، بس الوحيد اللي اتذكر عنه كلمة ملك كان داود. هتلاقي في آية 6 يسى ولد داود الملك. الوحيد اللي خد كلمة ملك هو داود، الباقيين كلهم ما خدوش كلمة ملك. ليه؟ حتى سليمان، لأن هو عايز يقول ان انا كل اللي يهمني ان المسيح يطلع من نسل مين؟ داود. لكن الباقيين دول مش مهم، بس انا هثبت لكم ان هو جاي من سلسلة ملوك، فهو جاي يملك علينا. وعزيا ولد يوسام، ويوسام ولد أحاز، كل دول ملوك. وأحاز ولد حسقية، وحسقية ولد منسى، وكل دول سلسلة ملوك. وممكن ما يكونش دول النسب الشرعي للمسيح، ممكن ما يكونش، لا ممكن يكون جاي من نسل حد تاني. بس كان مين قائد العيلة؟ فلان. او مين كبير العيلة؟ كان فلان. زي مثلا انا اقول انا من عيلة فلان، ممكن فلان ده يبقى ابن خالة عمة بس كبير العيلة واحنا بنتباهى بيه.
فلما اقول انه جاي من نسل كبير العيله، ما قلتش بالظبط هو جاي من نسل مين في العيله دي وانه طرف فيهم، بس ان انا بركز انه جاي من العيله. فتلاقي كل واحد من دول ممكن يكون متى قفز له 100 سنه، 150 سنه، 200 سنه، مش ماشي سنه بسنه، لا ده بيقفز في السنين. اهم حاجه هو عايز يثبتها ايه؟ نسل ملوكي. لكن ممكن يقفز بالسنين. يعني انا مش فاكر بالظبط فين الجزئيه دي، انا قريتها بس ما كنتش عايز اركز قوي، يعني زي ما عملت دلوقتي كده على سلسله انساب تاخد مني وقت طويل عشان بقيه الاصحاحات. لكن في قفزه من القفزات 480 سنه، يعني نط من شخص لشخص 480 سنه. كده 480 سنه دول في كام جد؟ لا هو ما همهمش، هو اهم حاجه عندي ايه؟ المحطات، ان دول اهم محطات في حياه نسل المسيح. وبدأ يكمل: وبعد سبي بابل قسم الملوك ما قبل السبي وما بعد السبي. كينيا ولد شلتائيل، شلتائيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد اليقيم، واليقيم ولد عزور، وعزور ولد صدوق، وصدوق ولد أخيم، وأخيم ولد إليود، وإليود ولد العازر، والعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم. وصل النسل لغاية يوسف النجار. هنلاقي في اختلاف تاني أول ما نوصل عند زربابل. زربابل ده اللي هو في آية 11. هنلاقي لما نرجع لسلسلة الأنساب في لوقا هنلاقيه عند زربابل حول النسل لسلسلة مريم. إن كان يوسف أو مريم فهم الاتنين جايين من نسل مين؟ داود الملك. لكن في لوقا مركز قوي على النسب الشرعي، الأب الحقيقي اللي ولد فعلا. ده لوقا. ليه؟ لأنه كان بيقول إيه؟ أنا هذكر لك كل حاجة بإيه؟ بالتدقيق. فلوقا مدقق جدا، بيكتب كل حاجة إيه؟ ديتيلز دقيق، فبيكتب الأب الشرعي. فبالتالي هو في وجهة نظر لوقا لا، يوسف مش أبو المسيح، ده كان زوج مريم أو راجل مريم، مش أبوه. طب أنا هحطه تبع سلسلة أنساب مين؟ لا، سلسلة أنساب أمه. فراح من جامع عند زربابل حول الخريطة بتاعت الأنساب إلى أن وصلها لمين؟ لمريم. يوسف متى لا مركز مع مين؟ لا، احنا يهود وعاداتنا وتقاليدنا بتقول ان النسل يجي منين؟ من الرجال. هكمل على نسل يوسف، الاتنين من سبط داود، الاتنين من سبط ملوكي، الاتنين من نسل ابراهيم، الاتنين يهود، الاتنين يطلع منهم المسيح عادي. خليني مع نسل مين؟ يوسف. عشان كده قال يوسف رجل مريم التي ولدت منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، ومن داود إلى السبي 14 جيل، ومن السبي إلى المسيح 14 جيل. قسم الأنساب إلى 3 14، قبل السبي وبعد السبي وبعد قبل المسيح على طول. بالظبط حطهم من إبراهيم لداود 14، ومن داود لسبي بابل 14، ومن سبي بابل للمسيح 14 14 14 14. في حين انه لم يذكر في اخر 14 دول غير اسمين 3. كده 14 جيل. ولو قلنا ان الجيل 100 سنه، 1400 سنه ما فيهوش غير 3 اشخاص؟ مستحيل. ما فيش في 1400 سنه غير 3 اشخاص بس، مش منطقي. يبقى اذا هو ليه وجهه نظر خاصه حطها في سلسله الانساب، وعايز يقول كده من البدايه. لكن لو فتحنا سلسلة أنساب لوقا، أنا آسف طولت في الموضوع ده بس موضوع مهم وشائك. عيلة الأب بس من أول زربابل بعد، لكن من قبل من زربابل لغاية آدم الاتنين تقريبا متابعين نفس السلسلة، بس واحد مركز على كبير العيلة اللي عايز يلمعه، والتاني مركز على الأب الحقيقي. يعني احنا لو فتحنا لوقا 3 نسب يسوع الذي كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن متان. بدأ منين؟
بدأ من يوسف، تمام، هنلاقي حط يوسف بس جاب سلسلة نسب العذراء الى ان وصل الى ادم ابن الله. يعني بص اول كلمة هنا بالنسبة لمعلمنا لوقا، قال الذي كان يظن ابن يوسف ابن هالي. هنلاقي ان هالي ده من عيلة مين؟ العذراء، مش من عيلة يوسف. هنلاقي ان هو بس حط يوسف كده في الاخر ايه، احتراما وتقديرا ان السلسله لازم تكون فعلا فيها ايه، كلها رجاله. لكن بعد كده بدا يتكلم على نسب العذراء مش يوسف، لغايه ما وصل الى ادم ابن الله. واحد مركز قوي على الاسامي بالسلسله الزمنيه، والتاني مركز ان هو عايز يقول المسيح ده شكل عيلته ايه. فبدا ممكن يبقى محطات بتذكرها بالتفصيل زي قصه أوريا الحسي التي لأوريا، او ان هو يذكر قصة سمار، وذكر 4 ستات في النسب، مع ان على غير العادة بالنسبة لليهود ان تذكر 6 في سلسلة انساب كلها رجالة. فهو عايز يثبت وجهة نظر. خلينا نقول ان معلمنا لوقا كان ماشي بالنسب الشرعي، لكن معلمنا متى لم يلتزم بالنسب الشرعي، بل التزم بانه يثبت ان المسيح جاي من نسل ابراهيم ومن نسل داود ومن سبط ملوكي. كده بالنسبة لسلسلة انساب المسيح. نبدأ بالولادة، هنعدي عليها بسرعة لان احنا يعني قتلناها شرحا. اما ولادة يسوع فكانت هكذا: كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمعا. وكلمة الخطوبة هنا يقصد ان تمموا مراسم الزواج، لكن زي ما بيوجد في بعض الاديان الاخرى لم يعملوا الدخلة، الفرح ما اتعملش، والفرح ده اكمالا لطقس الزواج. يعني هو في عهدته كورق رسمي، مريم رجلها اصبح يوسف بورق رسمي، لكن لسه الفرح ما اتعملش. زي ما ناس كتير يقولك كاتبين الكتاب لكن لسه الدخل. فالفكرة دي اصلا موجودة عند اليهود، وكانوا بيعملوا كده فعلا، يكتبوا الكتاب لكن ما عملوش مراسم الفرح، بس بقت في عهدته في مسؤوليته. عشان كده قالت امه كانت مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمعا ووجدت حبلى من الروح القدس. كلمة حتى وجدت حبلى من قبل ان يجتمع، ده مش معناه انه اجتمع بعد كده، بس هو عايز يركز على بتولية العذراء، وده اللفظ اللي هو يعني ارتقى ان هو يقوله. هو يعني بالنسبة لإنجيل معلمنا متى، أو بالنسبة لمعلمنا متى، أكتر شخصية مركز عليها مين؟ المسيح. فكل اللي عايز يثبته إن المسيح ولد مين؟ بأم بلا أب. فمش شغله قوي يثبت حتة بتولية العذراء حتى لو هي موجودة، بس هو مش شغله إن هو يأكد عليها. هو مركز أكتر مع مين؟ مع المسيح. عشان كده ما اهتمش يوضحها، ما اهتمش انه يوضحها، لكن هي معروفة. فيوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها وأراد تخريتها سرا. لما لقاها حامل قال لها طب انطلقي أو امشي أو روحي عند حد يعني بالراحة كده، لأن لو اتوجدتي حبلى وما فيش دلوقتي فرح اتعمل هيعتبروكي كأنك زانية، يا اما يتهموني فيكي، فبالتالي هيقع عليكي موضوع الرجم. فيعني خلينا نقول ان احنا امشي ويعني وخلاص، يعني شوف الموضوع بتاعك ده مع نفسك. ولكن في هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل بها فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وضع اسمه يسوع يخلص شعبه من خطاياه. معنى ان الملاك يظهر ليوسف ويكلمه وان يوسف يصدقه ان يوسف ده كان انسان قديس، مش بس ان هو كان شريك العذراء في قصة الميلاد وقصة خلاص البشرية، لكن هو كان انسان بار قديس. دليل ان ربنا اختاره ان هو اللي يرعى العذراء، اختاره ان هو اللي يكون خادم سر الميلاد.
كان ان هو يظهر له الملاك ويقول له الكلمتين دول، هو يقتنع ويصدق وعارف ان ده صوت ربنا بجد وان ده صوت ملاك بجد. هو انسان كان بار قديس. وكذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي. نفس الجمله اللي قلتها لكم، لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وضع اسمه عمانوئيل. كل حدث يحصل يربطه بقصه حصلت في العهد القديم او نبوه اتقالت في العهد القديم. وقال عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ولما استيقظ يوسف من نومه فعل كما امره الملاك واخذ امراته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. كلمة حتى ولدت ابنها البكر هي نفس فكرة قبل أن يجتمعا. الاتنين نفس الفكرة، مش حتى يعني بعد ما خلفت اجتمعا، لا ما حصلش. وحتى على الطبع البيولوجي ما ينفعش، ده كان راجل عنده حوالي حاجة و80 سنة لما اتجوز واتخطبت له العذراء، كان حاجة و80 سنة، كان شيخ عجوز، هيخلف ايه؟ الإصحاح الثاني ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذ مجوس من الشرق قد جاءوا إلى أورشليم. طبعا هنا معلمنا متى نط برضه قصة تانية، إيه سبب إن العذراء راحت أصلا أورشليم، لكن قالها لنا معلمنا لوقا إن هو راحوا بسبب إيه؟ الاكتتاب. راحوا بسبب الاكتتاب. لما فيلبس قيصر طلب إن كل اللي في اليهودية يكتتبوا يعني يعملوا زي تعداد. هنا جال العذراء الطلق وهي في اورشليم، وهناك ولدت بسبب الاكتتاب. لكن كان قبلها طبعا زيارة مين؟ كان قبلها كده زيارة اليصابات، برضه هو لم يذكر هذه الحادثة. زي ما تعودنا منه معلمنا متى منظم جدا مرتب جدا، لكن بيقفز في الاحداث، عنده وجهة نظر عايز يثبتها، مش احداث بيسردها. فممكن يقفز في الاحداث عادي، ينط سنين وينط احداث ويركز على اللي هو عايز يوصله لنا. واذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود، اذ راينا نجمه من المشرق واتينا نسجد له. ولما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنه وكتبه الشعب وسالهم اين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودين انه مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. بيتكلم على مدينه بيت لحم، مدينه صغيره جدا، عدد سكانها قليل، ضعيفه جدا امكانيا وضعيفه جدا في كل حاجه، ان يخرج منها ملك لاسرائيل حاجه شبه معجزيه. معروف ان انا لما بجيب رئيس جمهورية بجيبه من علية القوم، من صفوة القوم، ناس ليها وزنها وليها مكانتها عند الناس. مش هجيب واحد غلبان فقير من قرية فقيرة امسكه مصر او امسكه البلد، مش منطقي. فالمعجزة هنا كمان ان من قرية صغيرة يخرج مدبر لبني اسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. ممكن يكون المدة ما بين ميلاد المسيح واللي جاء فيها المجوس حوالي 1.5 سنة، والدليل إن كان في عائلة ليوسف أو عائلة لمريم داخل أورشليم. ممكن يكون بيت يوحنا وبيت زكريا، ممكن يكونوا كانوا قاعدين عندهم، ممكن يكون من نفس العيلة. ما يوحنا وزكريا ده قصدي زكريا واليصابات ليهم عيلة في أورشليم، ممكن يكون ليهم بيوت. ممكن يكون عذراء في الاكتتاب ما قدرتش توصل لزكريا أو ما قدرتش توصل لبيت زكريا، فاضطرت تولد فين؟ في مزود. لكن ما اعتقدش أبدا إن فضل قاعد في المزود لغاية ما جول مجوس، مش منطقي. يعني اتولد في مزود والرعاة جوله في المزود، بس الذي لا اعتقده ان يكون المجوس جوله في المزود، لان جيله بعد 1.5 سنة من الميلاد. هل هيقعد المسيح 1.5 سنة قاعد في مزود؟ مستحيل. منطقي جدا ان مجرد ما العذراء تشد حيلها وتقدر تمشي هيروح ياخدها تاني على الدبة اللي كانوا معاهم، ويروحوا بقى لاي حد قريب في اورشليم ويقعدوا عنده. برضه مش هيقدر يسافر بواحدة والدة مسافة طويلة،
فبالتالي هيختار اقرب بيت ويقعد عنده. لكن كل اللي واضح من القصة ان من يوم ميلاد يسوع لحد زيارة المجوس هم لم يغادروا ايه؟ اورشليم. ولما سمع الملك ذهبوا إذا نجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء وقف فوق حيث كان الصبي. ولما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما وآتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه. قالوا البيت، ما قالوش الزريبة أو المزود. فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. وإذا أوحى إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، وانصرفوا في طريق أخرى إلى قراتهم. ما رجعوش تاني لهيرودس، وده اللي خلى هيرودس استشاط غضبا وجن جنونه وراح قاتل أطفال بيت لحم. وما دام انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، كن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي أمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. كل شوية لكي يتم ما قيل بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وكل تخومها من ابن 2 فيما دون بحسب الزمان الذي تحققوا من المجوس، حيث تم ما قيل بأرميا النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليس بموجودين. طبعا بيتكلم عن رحيل ليه؟ عشان دي أم إيه؟ الأسباط، ودي الزوجة المحبوبة ليعقوب، مع ان 3/4 العيال ما كانوش مين؟ عيالها، ده كانوا عيال اختها وعيال الجواري. لكن هم خلينا نقول ان هو يعني بيركز على الزوجة المحبوبة بالنسبة هي رحيل الام، هي رحيل. بالنسبة ليعقوب الزوجة كانت في وجهة نظره رحيله بس، اللي اتجوزهم قبليها دول ما كانوش زوجات بالنسبة له. العودة إلى الناصرة. فلما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر وقال قم خذ الصبي وأمه اذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذي كان يطلب نفس الصبي. فقام أخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع إن أرخلاؤس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذا أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقول لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. رجع سكن في الناصرة بسبب خوفه إن نفس عيلة هيرودس ما زالت على سدة الملك، فممكن القصة القديمة اللي حصلت لسه فاكرها ابنه هيرودس، ويبقى نفس الجنون اللي في العيلة موجود، وممكن يقتل الصبي تاني، فراح سكن في الناصرة. وطبعا لان النبوة بتقول ان الملك هيطلع من بيت لحم، فاكيد التركيز عيلة هيرودس هيبقى على مين؟ على اي ذكر يلمع نجمه شوية في بيت لحم، مش في كل اليهودية. فقالوا لا روح اسكن بقى في الناصرة، وده برضه كان تحقيقا للنبوة انه يدعى ناصري. واعتقد دي القصة الاقرب للحقيقة، لان يعني اعتقد ان لما معلمنا لوقا ذكرها قال ان هي بعد ما رجعت من عند اليصابات راحت الناصرة. اعتقد ان معلمنا لوقا كان بيكلم ضمنا، مش كان بيكلم بترتيب احداث، ان هي في الاخر هترجع الناصرة. لكن اعتقد ان يعني خلينا نقول ممكن رجعت الناصرة بعد كده في الاكتتاب رجعت تاني. انا بقول لك الجزئية دي عشان على ما ذكر في انجيل لوقا ان بعد ما راحت اليصابات وخدمتها رجعت فين تاني؟ الناصرة. ممكن يكون رجعت الناصرة وبعد فترة قصيرة بعد ما راحت جاء امر الاكتتاب. ما اكيد يعني يوسف ما كانش يعرف ان الملك هيطلع ويطلب امر الاكتتاب. ممكن يكون بعد يومين 3 بعد اسبوع بعد 10 ايام بعد شهر، ان بعد ما خدمت اليصابات ورجعت تاني اورشليم رجعت تاني الناصرة طلب الملك موضوع التعداد فرجعت تاني اورشليم، رجعت تاني اورشليم. ومن ساعة ما خلفت يسوع وهي بقت فين؟ في اورشليم. الاصحاح الثالث. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في البرية اليهودية قائلا توبوا لأن قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله المستقيمة. ازيك اخبارك ايه؟
اول ما بيجيب سيره يوحنا لازم يقول الايه دي: صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبل المستقيم. دي برضو زي ما قيل بالنبي. ليه بتنطبق على يوحنا؟ لان يوحنا كان عايش فين؟ في البريه، ولما رجع من البريه اول كلمه قال لهم: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. وكانه صوت انذار للشعب. عشان كده دايما يربط الايه دي بيوحنا، لانه كان عايش في البريه. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبر، وعلى حقويه منطقة من الجلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. جرادا في ناس بتقول انه مش الحشرات، لا، الجراد اللي هو نوع من انواع النباتات. ايا كان، احنا يعني اكتشفنا ان في شعوب بتاكل الجراد عادي. ممكن ما كناش نعرف المعلومة دي، لكن بعد كده اكتشفنا ان كان في شعوب وما زالوا وسطينا عايشين بياكلوا الجراد عادي جدا جدا جدا، بيعتبروه سناكس يعني. بالظبط. فعادي يعني في شعوب بتاكل. ايا كان بقى الجراد ده النبات، هو فعلا جراد مش هتفرق. هو الراجل كان عايش ومكتفي بحياته وكان بياكل عسل. ومعنى انه عسل بري يعني المنطقة فيها نحل، واللي خلى النحل يعرف طريق الجراد هيعرف الطريق. يعني لو كان في حد يرفض فكرة وجود جراد في البرية، اصل ايه اللي هيجيب جراد؟ الجراد ده بيجي جنب حتة فيها زرع. طب ايه اللي جاب العسل؟ لا، ما فيش ما يثبت. يعني هو الراجل كان عايش عيشة رهبانية وترهب في برية. وكان في بعض اليهود اللي ما كانش عاجبهم الكتبة والفريسيين واللي بيعملوه، كانوا بيطلعوا الصحراء وياخدوا شكل رهباني ويقعدوا في الصحراء يترهبنوا. وغالبا المخطوطات اللي ظهرت في وادي قمران اللي هو ناحية اليمن على ما اعتقد، قالوا ان المكان ده اللي كان عايش فيه يوحنا المعمدان، وان يوحنا المعمدان من ضمن رهبان، اذا كان يجوز يعني ان يتقال عليهم رهبان، لان ما كانش فيه رهبانه وقتها، كان فيه تبتل. البتوليين اليهود اللي كانوا عايشين في الوقت ده كان من ضمنهم يوحنا المعمدان. فاذا الطفل اللي اتخطف او الملاك خطفه حطه في البريه، مش الملاك اللي كان بيغذيه ويأكله ويشربه، ده الملاك خده حطه عند مين؟ عند بعض الرهبان، اذا كان يجوز يتقال عليهم كده، او بعض البتوليين اليهود اللي قاعدين بيدرسوا الاسفار المقدسه فين؟ في الصحراء. فهم اللي ربوه. يبقى كده الملاك ايه؟ الكلام كده ايه؟ منطقي. لكن فكره ان يوحنا اتخطف بالملاك مقبوله، لكن الملاك هم اللي ربوه في الصحراء، اعتقد يبقى ايه؟ مش مقبوله شويه. ما حصلتش مع حد قبل كده. لكن هو الطفل ده اتربى على حياه الوحده وحياه التوحد والحياه الرهبانيه من هو لسه ايه؟ بيبي. اتربى على ايد رهبان. وفي تاريخ الكنيسه ياما كان في اطفال اتربت جوه اديره، زي في قصه مثلا مارينا الراهب. الطفل اتربى لغايه 12 و13 سنه جوه الدير، وكان طفل رضيع بيبي. فاعتقد ان القصه كده تبقى مقبوله وتبقى الدنيا كده اوضح. ويمكن لما ظهرت مخطوطات قمران دي عرفنا ان كان في حياه لناس عايشين في المكان ده وبيدرسوا الكتاب المقدس وبيدرسوا المخطوطات وبيدرسوا الاسفار. والاسفار دي اكتشفوا كانوا تقريبا على ما اعتقد اقدم سفر اشعياء اتوجد في المكان ده، يرجع الى قبل الميلاد. تخيل عندنا نسخه لسفر اشعياء، وكانت نسخه كامله لسفر اشعياء من قبل الميلاد. اللي يقول لك كتاب مقدس محرف، قول له ده احنا عندنا نسخه من قبل المسيح، عندنا نسخه من قبل ميلاد المسيح لسفر اشعياء بالكامل، ما فيها كلمه متغيره. لكن ممكن يبقى فيه اختلاف في ترجمات، لان احنا للاسف ترجمنا من النص الاصلي عدة ترجمات. النص الاصلي كان عبري وترجم للسبعينيه، ومن السبعينيه ترجم لليونانيه، ومن اليونانيه ترجم للقبطيه، ومن القبطيه ترجم للعربي. بص كم ترجمه. تخيل كل واحد مترجم من دول فاهم الكلمه زي ما ايه ما هو يعرف، او على قد حدود اللغه اللي عنده تقولها. ما احيانا في لغات فقيره ما فيهاش فرق ما بين كلمه وكلمه،
زي كلمة مثلا رجل ورجل، لو التشكيل مش موجود مش هعرف هي كانت رجل ولا رجل. فيجي يراها يعني المترجم بعد كده، يا ترى هي كان يقصد رجل ولا يقصد رجل. يمكن باينه في سياق الكلام في دي، لكن قيسوا في حاجات تانية ممكن يكون الجمله تمشي الاثنين. طب التشكيل مش موجود، طب انا مش عارف هي كانت ايه، فيبتدي يقرب لاقرب حاجه وفهمها. هل ده عيب في النص؟ لا، ده عيب ترجمه، لان النص الاصلي موجود. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطيئة. وطبعا اعترفوا، يعني يقال ان يوحنا عمدهم في حتة اسمها عبر الأردن، وسموها كلمة عبر اللي هو يشوع عبر ببني إسرائيل من المكان ده. فنفس المكان اللي عبر منه بني إسرائيل لأرض الموعد هو نفس المكان اللي جمع فيه يوحنا الناس كلها وعمدهم. عمدهم عند عبر الأردن. كلمة عبر دي يعني مكان عبور. فلما رأى كثير من الفريسيين والصدقيين يأتون إلى المعمودية قال لهم: يا أولاد الأفاعي، ما أراكم أن تهربوا من غضب الآتي، فاصنعوا أسمارا طريقا بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن هم دايما كانوا يتباهوا بإبراهيم. لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة تصنع أسمارا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار، الذي رفشه في يده، وسينقي بريدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنارا لا تطفأ. أنا أعتقد أن يوحنا لخص كل حاجة في كلمتين دول، قال كل هدف الكرازة بتاعته في كلمتين قليلين. أولا قال لهم أنا صوت صارخ أعدوا طريق الرب، وقال لهم اصنعوا أسمارا طريق بالتوبة. ما تفتخروش قوي ان انتوا اولاد لابراهيم، لان ده مش هيشفع لكم، لان ربنا قادر ان يخلق لنا الحجارة اولادا لابراهيم. يعني ربنا ممكن يجيب ولاد ليه باي شكل من الاشكال، مش عشان انتوا ولاد ابراهيم خدتوا التزكية خلاص. شيلوا من دماغكم فكركم ان احنا شعب الله المختار، ان خلاص احنا كده مجرد ما احنا بقينا ولاد ابراهيم بقينا خلاص ضمننا الخلاص. لا، شيلوا الفكرة دي من دماغكم. ودلوقتي اصل الفاس اتحط على اصل الشجرة، يعني خلاص الفاس جاهزة. الشجرة اللي مش هتجيب ثمر تتقطع على طول. لو انتوا عندكمش اسمار تتقطع. وبدأ يوصف المسيح الرفش في ايده. رفش في ايده يعني هو اللي معاه المنجل. الرفش ده اللي هو بيتحصد بيه، هو اللي معاه المنجل. اللي معاه المنجل هو صاحب مين؟ الحقل. وسينقي في بيدره، هو ملكوته، هو هيطلع ينقي يعني يختار ناس لملكوته، يجمع قمحه لمخزنه، هو اللي هتنقي الناس اللي تخش المخزن بتاعه. اما التبن سمى الاشرار بالتبن تحرق بنار لن تنطفئ. وصف الموضوع بشكل زراعي شوية، وشبهه بالقمح اللي بيتفصل منه التبن. كلنا عارفين ان التبن بيطلع من القمح، بيتاخد القمحاية تتشال في المخزن، لكن التبن يتحرق بايه؟ بالنار. هو ده اللي عايز يقول. اللي هيجي بعدي اللي هيعمد بالروح القدس والنار ده هو اللي ليه الحق ان ينقي منكم مين يخش المخزن الملكوت ومين يتحرق بالنار جهنم. هو اللي يملك مش انا. حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي. اجاب يسوع وقال له: اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات قد انفتحت. كلمة يليق بنا ان نكمل كل بر هو نفس الفكرة اللي باني عليها متى الانجيل. انا جاي عشان كل نبوات العهد القديم تنطبق عليا، جاي عشان اقول ان انا محتاج المعمودية كإنسان زي ما الإنسان محتاج معمودية، لكن انا هاخد المسحة من الآب.
انا واخد جسد بشري، فالجسد البشري ده لازم يعدي على كل الناموس. ما جئت لأنقذ الناموس بل لأكمل، زي ما نشوف المرة الجاية. لازم الجسد ده يمر بكل المراحل، مر بمرحلة الولادة، مر بمرحلة الختان، مر بمرحلة المعمودية، مر بمرحلة مسحة الروح القدس. هذا الجسد مر بكل المراحل، مر بكل المراحل. حينئذ سمح له، ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة آتيا عليه. الروح القدس ليه أشكال كتير جدا ظهر فيها، ما بنسموهوش تجسد، لكن بنسميه تجسم أو تشبه، بس هو تجسيم، مش جسد لكن شكل يظهر للناس. ممكن الروح القدس يهب كروح كريح شديدة. عرفنا الكلام ده فين؟ في سفر ايه؟ التكوين. وكان صوت الله آتيا مثل ريح شديدة من الجنة، وصوت الله ماشيا. فإذا الروح القدس ممكن يكون ايه؟ ريح. نفس المشهد بتاع 50، احنا لسه بنحتفل امبارح بعيد 50، يقول لك لما كانوا في العلية إذ بصوت ريح شديد وظهرت ألسنة نار منقسمة. إذا من ضمن أشكال الروح القدس ريح شديدة، من ضمن أشكال الروح القدس ألسنة نار منقسمة. إذا برضو من ضمن أشكال الروح القدس حمامة اللي استقرت على المسيح. بس يمكن المسيح انفرد بقصة حمامة، لأن الحمامة فيها الوداعة، فيها الحب، فيها السلام. فالمسيح جاي بالحب والسلام. ساب لنا احنا الريح والنار، لأن الريح رمز القوة، والنار رمز الطهارة، ينقي بنار. النار رمز الطهارة، بتنقي، والريح رمز القوة. فالروح القدس بتدينا كعمل، بتدينا قوة، بتدينا ايه؟ طهارة. لكن المسيح لا محتاج لا قوة ولا طهارة، لأن القوة والطهارة في ذاته. لكن رسالته لينا انه جاي إله سلام. عشان كده الروح القدس ظهر عليه في شكل حمامة. صوت من السماوات قال هذا وابن الحبيب الذي به سررت. الإصحاح الرابع بسرعة. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. بيركز قوي إن هو منقاد بروح ربنا، ويمكن هنا ركز قوي يقول الجملة دي وما قالهاش تاني بعد كده. عايز يقول في علاقة ما بين الروح القدس اللي اتمسح بيها في المعمودية بالأعمال اللي بيقوم بيها. حتى هو نزلت نفسه عن نفسه كده، لم أعمل هذه الأعمال من إيه؟ من نفسي، بل أبي الذي أرسلني قال لي أفعل. أبويا اللي في السماوات هو اللي قال لي أعمل الأعمال دي، أنا ما عملتهاش من نفسي. تأكيدا لنفس الفكرة قال في إصحاح 4 إذا أصعد يعني حد أصعده إلى البرية من الروح. قال بقى مين أصعده؟ الروح، اللي هي الروح القدس اللي مسحته في المعمودية، ليجرب من إبليس. وكانت التجربة بتاعت إبليس دي لمجرد يثبت إن الحرب مع الشيطان سهلة، بس محتاجة شوية إيه؟ ذكاء وشوية فطنة وشوية روح قدس ساكنة في الإنسان عشان يقدر ينتصر على إبليس. وبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا. وده عرفنا برضو إن الشيطان بيجي لك وقت الضعف. طول ما أنت صايم بقلب، صايم بعزيمة، أنت متأمن من الشيطان. أول ما تضعف يجي يجري عليك على طول. فتقدم لي المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تسير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى مدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. برضو ده من النبوات. وقال يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي
وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له أعطيك هذه جميعا إن قررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد إياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس إذ ملائكته قد جاءت فصارت تخدمه. طبعا كلمة ملائكته جاءت وصارت تخدمه دي يعني كان في الفترة دي فترة ايه؟ اخلاء. ساب نفسه للشيطان يشوف يعمل ايه. ساب نفسه للشيطان يعمل ايه؟ لألا يفهم ان انت بتجرب من ابليس ما انت ليك سلطان عليه. لا بالعكس، ده المسيح ساب نفسه خالص، جاع وتعب، فبدأ الشيطان جاي يحاربه. اتفضل. ودارت الحرب كلها في النبوات، مكتوب ومكتوب ايضا، مكتوب ومكتوب ايضا، تحقيقا لنبوات العهد القديم. مركز جدا 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 معلمنا متى عن نبوات العهد القديم. ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل وترك الناصره وسكن في كفر نحوم التي عبر البحر في تخوم زبولون ونفتالين. قعد فتره قصيره على فكره، ما عادش فتره كبيره، ان المسيح سكن في كفر نحوم. دي فتره كانت طويله. ولكي يتم ما قيل بأشعياء النبي أرض زبولون وأرض نفتالين طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلم أبصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نورا. يعني بيقول إن سبب سكن المسيح في كفر نحوم عشان ينطبق عليهم القول دول، لأن دول كانوا يهود لكن كانوا غارقين قوي في الخطايا. ليه؟ اولا كل المدن بتاعتهم مدن ساحليه، فطبعا مدن ساحليه تجاره شغاله، اجانب جايه واجانب رايحه، زي اخواننا كده اللي بيشتغلوا في شرم الشيخ، يقول لك يعني يا ابونا احنا ساكنين في سدود معموره، ناس داخله وناس طالعه وبيعملوا ما بدلهم. نفس الفكره. يمكن احنا عندنا فيش الكلام ده برضو، لكن في ايام اليهود كانت الدنيا مفتوحه، كل الامم بتتاجر، وكل السفن داخله وطالعه، سفن اجنبيه وسفن من سوريا وسفن من انطاكيا وسفن من روما، وناس بقى وجايين بقى بكل بلاويهم، وبيخشوا طبعا عقبال ما السفن تتعبى او تفضى بتاخد لها مثلا شهر تفريغ او شهر تعبئه. خلال ال30 يوم دول اللي قاعدين السفن بتتفضى او السفن بتتملي، هم قاعدين بيعملوا ايه؟ بياكلوا ويشربوا ويسكروا ويناموا فنادق وهيصوا. فالشعب اختلط بنجاستهم، فوسط كل الظلمه اللي هم عايشين فيها دي المسيح ساكن وسطيهم، فينطبق عليهم قول الكتاب المقدس الشعب الساكن في الظلمه ابصر نورا عظيما. وفي ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأن قد اقترب ملكوت السماوات. ودي المدن اللي قالت لو كان صنع في سدوم وعمورة آيات مثل ما صنعت فيه ما كانش في نظم من السماء نزلت ولا عملت. لما قال على أورشليم، يعني يا أورشليم يا أورشليم ناقد كم مرة أردت أن أجمع لو صنعت في آيات في سور وصيدا كما صنعت فيك. نفس اللي بيتكلم على المدن اللي هي ساكنة في الظلمة دي. آية 18 إذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فالوقت ترك الشباك وتبعاه، ثم اجتاز من هناك ورأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في سفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما، فالوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه. بدأ يتكلم على 4 صيادين في البداية. بدأ بالطبقة البسيطة خالص، بطبقة الصيادين الناس الغلابة في نفس المدن دي. يبقى يمكن برضو ده سبب تاني لأن المسيح راح كفر نحوم. بدأ بقى لقى ان في بصيص امل في المدينة دي ما سابوش. قال ده انا ممكن يطلع لي 4 تلاميذ من المدن دي اروح اجيبهم. وكان بطرس واندراوس ناس غلابة، لكن يوحنا ويعقوب كانوا اغنياء. يعني يوحنا ويعقوب يقال عنهم كده ان زبدي ده كان تجارته كبيرة وكان عنده سفن كتير وكان غني جدا وعنده نفوذ قوي، عشان كده الوحيد اللي واقف عند الصليب. لكن الباقيين كانوا غلابة، كانوا خايفين. يوحنا كان بنفوذ ابوه محدش يقدر يقرب له، عشان كده يقال ان الوحيد اللي وقف عند الصليب وقت الصلب كان يوحنا. مش بس عشان كان بيحبه،
لا، عشان كمان كان عنده نفوذ. واضح ان زبدي ده كان يعني عنده تجاره ضخمه، لدرجه ان زوجة زبدي راحت جريت للمسيح قالت له عيالي الاثنين تركوا التجاره وتبعاك، خلاص قعدوا عن يمينك وعن يسارك. هي عارفه هم سابوا ايه؟ سابوا فلوس طائله. لا ما كانوش ولاد سلومه دول، لا ما اتذكرش اسم امهم، ما اتذكرش اسم امهم. ما هي كلوبة ده اختها مريم. طب مريم برضه مريم زوجة كلوبة. ما هي العذراء لما اتوهبت للهيكل عادة عند اليهود ان اللي اتوهب لربنا ده خلاص ما بقاش ابني، فلما خلفوا بنت تانية راح مسمينها مريم برضه، فبقوا في 2 مريم. يعني هم حنة ويواقيم خلفوا مريمتين، واحدة اتوهبت للهيكل والتانية اتزوجت من واحد اسمه كلوبة ابن خالة المسيح، اللي هو بيسموه يعقوب الكبير. يعقوب الكبير التي لكلوب، لكن مش هو يوحنا الحبيب. لا، ما تذكرش ان في سيرة قرابة ما بين يوحنا والمسيح، وإلا كنا بمنتهى البساطة قلنا عشان قرايب. لكن لم يذكر اي حد من المفسرين قال ان العذراء خدت يوحنا كابنها ويوحنا خد العذراء كامه عشان هم قرايب، لان لو هي قصه قرابه طب ده اولى ان يحصل كده. لكن معنى ان المسيح وصاه يبقى مفيش قرابه، يبقى يوحنا ويعقوب ولاد زبدي غير يعقوب ابن كلوبة ابن مريم. في يعقوبين، يعقوب اخو يوحنا ابن زبدي، وفي يعقوب الكبير اللي هو اسقف اورشليم، غالبا هو ده ابن خالة المسيح، اللي هو اول اسقف لاورشليم كان اسمه يعقوب، بيسموه يعقوب الكبير. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم، فتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. قلنا عبر الأردن ده المكان اللي عبر منه بني إسرائيل اللي كان بيعمد فيه يوحنا. ال10 مدن دول هتلاقيهم كام مدينة جنب بعض، لو بصيتوا في الخريطة بتاعت أورشليم هتعرفوا مين هم ال10 مدن. لا غالبا هتلاقي منهم مدينة نفتالين، مدينة انا لا اتذكر اسامي قوي يعني، لكن بصيتوا في الخريطه هتلاقوا اسامي ال10 مدن موجودين في شمال الخريطه كده من فوق. دول ال10 مدن اللي جم للمسيح وبداوا يجيبوا له كل المرضى والسقماء اللي عندهم. المره الجايه نتكلم على اهم اصحاحات موجوده في انجيل متى، وهو دستور المسيحيه والعظه على الجبل. اتفضل يا عم مان. لا يا العازر هو الاول ولا؟ بس ما قالش العازر اللي كان اسقف اورشليم، هو راح قبرص. لا راح قبرص وبقى هناك اسقف، بس ما كانش في اورشليم. معروف ان اسقف اورشليم يعقوب اللي حضر المجمع سنة 50، المجمع بتاع التهود اللي كانت المشكلة الدايرة ما بين بولس الرسول وبطرس. بطرس كان مصمم ان كل اللي يخش المسيحية يعدي على اليهودية الاول، وكأن اليهودية دي محطة، فيعتبر ان الاممي يختتن الاول وبعد كده يدرس اليهودية، وبعد ما يخلص دراسة اليهودية نعلمه المسيحية. وبولس رأيه لا، الختان ملوش داعي، احنا عندنا معمودية دلوقتي، نختتن ليه؟ اللي عايز يختتن مع نفسه، ما الكنيسة ملهاش علاقة بالختان. ده هو يطلع من الأمم على المسيحية على طول، اخده كده اعمده يبقى مسيحي. وبطرس شايف لا، زي ما حصل فينا يحصل فيهم. حصل خلاف ما بين الاثنين، ما بين بولس وبطرس، فالرسل عملوا مجمع سنة 50، المجمع الأول بخصوص قضية التهود. مين كان رئيس المجمع وقتها؟ كان يعقوب أسقف أورشليم اللي هو يعقوب الكبير. الكلام ده بعد صعود المسيح بكام سنة؟ المسيح اتصلب وهو عنده 33 سنة،
يعني قول مثلا سنة 33 بعد 18 سنة ما لحقش يبقى في اسقفين. يعني بعد 18 سنة من صعود المسيح اتعمل مجمع ما بين بطرس وما بين بولس، واقر المجمع خلاص كلام بولس مظبوط، مفيش حاجة اسمها ان اليهودية تكون محطة للمسيحي، لازم يعدي على اليهودية الاول وبعد كده يبقى مسيحي. وخلاص بطرس اقتنع واتلغى الفكر. فلكن ممكن يكون العازر اسقف بس مش على اورشليم، اسقف على قبرص واستشهد هناك. اتفضل اتفضل. تمام. الشيطان ايه؟ هو ما كانش عايز كده، هو اخلى ذاته بمعنى اخفى لاهوته. غير كده هو هدف المسيح من التجسد ايه؟ يعلمنا ازاي ننتصر على الشيطان. فاول خطوه اداها لنا الصوم، فراح صايم مع انه لا يحتاج الى الصوم. وقال كمان انه جاع عشان لئلا يفهم انه ده اله فما بيجوعش، فكان الصيام ده تمثيليه. لا، قال الكتاب المقدس انه جاع وتعب. جاله الشيطان وبدأ يحاربه بكلام الانجيل، وراح هو رد عليه بكلام الانجيل. يعني كمان بيلفت نظرنا ان ممكن يكون في حرب اسمها حرب تشكيك في كلام الكتاب المقدس، وما زالت الحرب دائرة حتى يومنا هذا ولم تهدأ من ايام المسيح، وهي لم تهدأ. ان الشيطان بيشككك في كلام الانجيل، وعرفنا ازاي نرد على الشيطان. بعد كده استخدم لاهوته، بعت الملائكة جم يخدموه. لا يقرا، ما لهاش حل غير انه يقرا، يسمع صوت. لا يسمع بقى، يعني ربنا معاه، ربنا معاه. فهو يعني احنا بنقدر اهو دينا، يعني النهارده في قعده واحده خلصنا 4 اصحاحات، مع انه كنا ممكن قعدنا في اي يعني بمنتهى الامانه يعني نسب المسيح ده ياخد له محاضرتين 3. اطول واحد عشان النسب، وبمنتهى الامانه انا كروته، لكن وما جهزتوش بالقدر الكافي. نسب المسيح ياخد بالاقل 3 مرات عشان تاخد كل 5 6 اسامي مقارنه ما بين اللي قاله متى واللي قاله لوقا، وتذكر الاسامي دي اتحطت ليه وازمانهم ايه واشخاص دي مين. لان في بعض الاشخاص اللي ذكروا في الانساب اساميهم متغيره، فلما نرجع للتواريخ ما نلاقيهمش، نطلع ان كان عنده ايه؟ اسمين. فما انا لم اعطي انساب المسيح حقه بالظبط، وكانش الوقت بيكفي. فانا بس عشان خاطر ما حبيتش اطول فالناس تمل مني، فقلت هخلص متى في صوم الرسل، يبقى هخلص متى في صوم الرسل. لكن حقيقي منتهى الامانه يعني الاصحاح الاولاني في متى يحتاج على الاقل 3 محاضرات عشان الانساب دي. ما هو عشان تتفهم انا ذات نفسي بتلخبط، لازم احط الاسامي قدامي وعامل علامات عشان افتكر. يعني برضو الواحد الاسامي بتلخبطه، فلازم انا كمان ابقى مجهزها كويس وحاطط الاثنين قدام بعض عشان ما انساش. لكن انا عديت عليها مرور الكرام، عديت على المحطات الملفتة للنظر، لكن هو كل اسم منهم لازم تمشي وراه وتعرفيه ده مين. ربنا يخليك. بالظبط. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين كل يسوع المسيح. شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكن معكم. نشوفكم الاثنين الجاي. يا ريت تكونوا قريتوا المواعظة على الجبل عشان نقدر نخلصها بسرعة. حضروا الأربعة جايين من أول إصحاح 5 لغاية إصحاح 8. كان في بس